السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، مساكم الله بكل خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هناك بعض الأسئلة عن الرقية، يعني عن قراءة سورة البقرة بالأخص. فبعض الإخوة والأخوات يقولوا إنهم عندما يقرؤون قد يكون حزبين فلا يستطيعوا أن يكملوا، لأنه اللسان يثقل وخلص بصير شيء أكثر من اللازم، لا يستطيعون تحمل الإكمال. طبعا هنا أنت في وضعية أنك عمال تحرق هذا الشيطان أو هذه الشياطين أو هذه الأسحار التي تسكنك. فالراقي سبحان الله، الراقي عندما يقول لك اقرأ سورة البقرة هو صراحة هو لا يعرف ما معنى كلمة سورة البقرة. عندما يعطيك مثلا الراقي، عندما يقول لك مثلا اقرأ الأوراد كذا وكذا وكذا واقرأ سورة البقرة، بالأغلب هو لا يعرف ما معنى كلمة سورة البقرة. سورة البقرة هي القاصمة للشياطين، ولكن حتى تكملها وتنجزها تحتاج إلى ورد من التحصين. ما هو التحصين؟ هذا مهم جدا انك انت تعمل به عندما تريد ان تسمع الرقية. لماذا هذا الورد تسمعه تعمل به؟ عشان انت لا تتأذى، جسدك هذا لا يتأذى، ولكن الشيطان يحترق داخل هذا الجسد وهو يتأذى ويلوذ، هو سبحان الله. ما هذا الورد؟ طبعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا حرز من الشيطان، هذا حصن. إذا قرأت مرة 100 مرة هكذا فلك حرز، إن قرأت 200 فلك حرزين. وكأنك تعمل طوق نجاة حولك. وثم أن تشرع بالقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أكثر من 300 مرة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه والله الذي لا إله إلا هو التجربة. يوما ما كنت أرقي رحمة الله عليها يا أختي، فوالله من كثر الله أعلم كان عندها، من كثر الأسحار التي كانت عندها، شعرت وكأن كل الشياطين بدها تتلبسني وكل شيء عندها. لأنه عندما بدأت أرقي والزيت المقروء عليه والماء المقروء عليها، وكأنه هيك جسمي أنا كأنه لف هواء ساخن هيك، شيء بشعرك في شعور غريب وغير مريح. فعندما أخذت هذا الورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ثم شرعت بقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أكثر من 300 مرة، تكثر من هذا. والله هذا يكون لك حرز وحصن. عندما تقبل إلى هذا العمل كراقي فأنت لا تتأذى. والمرقي كذلك، أنت الذي تسمع القرآن أو تقرأ القرآن كذلك لا تتأذى. فهم يحترقون. إلى متى أستمر بهذا العمل؟ يقول بعضهم إني لا أستطيع أن أكمل سورة البقرة، وإذا بالأحوال تبدأ أحوال عندي لا أستطيع قد أكاد أن أخنق، أو أكاد حتى لساني يثقل ويتلعثم. تداوم مع هذا الورد حتى تتمكن أن تقرأ سورة البقرة مرة، مرتين، 3، 4، كل يوم حتى تتعود. عندما تتعود وكأنك كل يوم تصب الماء على هذا النار، على النار. كل يوم تصب ماء على النار وكأنك تطفئ نار هذا الشيطان. فأنت عندما تقرأ سورة البقرة وتصبح وردك، ثم إنك أنت تطهر البيت بماء مقروء عليه، خلاص يصير وردك اليومي. فما عاد لا. وطبعا إحنا في أذكار بنقولها لما ندخل إلى البيت، فيقول الشيطان لا مبيت اليوم لنا في هذا البيت ولا طعام لنا في هذا البيت، فيخرج من هذا البيت ولا يعود إليه. وعندما تكثر وتقرأ سورة البقرة داخل البيت من المصحف فقط، من المصحف، أنا أعي ما أقول، من المصحف، بصوت تسمعه مرة واحدة كل يوم. الذين لا مرة واحدة داخل البيت كل يوم، الذين لا يستطيعون عن جد طلع ده فهمك شيء واحد. أنا عندما شرعت بأخذ سورة البقرة وبدأت أقرأها بصوت، والله الذي لا إله إلا هو كان فمي ملان وكأنه مليء بالتراب أو مليء بالرمل، ينشف الريق. فأجيء بكوب ماء وأبدأ أشرب شوي حتى إني أكمل يوم على يوم، يمكن أكثر من مدة شهر، حتى بدأت أقرأ سورة البقرة بكل سلاسة وفضل من الله والحمد لله رب العالمين. سورة البقرة هي المنجية. كثير من الرقاة لا يعلمون ما معنى كلمة سورة البقرة. سورة البقرة مش بس تطرد الشياطين. سورة البقرة هي شو بدي أقول لك، لا يعرفها إلا من جربها. والله علماء لا يعرفون كوع من بوع بسورة البقرة. نعم يعرفون التشريع، يعرفون إنه قراءتها أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ولكن عندما تقرأها سنين وتعرف فضلها هذا الأمر
طلع نحن لنا كمان في لنا قرين، يعني لا تنسى انك لك قرين لا يموت حتى تموت، فهذا ليس له علاقة بالشياطين والسحر، ولكنه يعمل على إضلالك. قال قرينه ربنا ما أطغيته لكنه كان في ضلال بعيد. مفهوم؟ يعني كل إنسان نقيض له قرين فهو له، ومن أعرض عن ذكري نقيض له قرين فهو له، نقيض له الشيطان فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نفرق بين ثلاث أشياء. القرين الذي لا يموت حتى تموت، لن يترك هذا الجسد حتى تموت. مليح؟ هذا معك كل الوقت، يأمرك بالسوء. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا حتى إن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. مليح؟ عندما أسلم هذا القرين تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن يأمرنا كل الوقت في السوء، ولكن هناك وازع يأمرنا بخير من الله، ألا وهي الفطرة السليمة. نعم، فلا تقتلوا هذه الفطرة السليمة. نعود إلى سورة البقرة. فعندما أنت يعني هيك بتتأذى فخذ الحصن، ألا وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة. وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وممكن انك تزيد عليها آية الكرسي مثلا 4 5 6 مرات 7 مرات. كل ما تزيد كل ما تهمد نار الشياطين. نعم. فعندك انت قرين لا يموت حتى تموت، وعندك السحر نفسه. هذا السحر نفسه كالسم يسري في الجسد. عندما يضع الشيطان هذا السحر في الجسد فهو يحافظ عليه. يعني هناك خادم سحر هذا يبقى في الجسد ليحافظ عليه، ويبقى في هذا الجسد ليحافظ على هذا السحر. وهذا السحر يسري كالجسد كالسم في الجسد. نعم، له تأثير، ولكن لا كل يعني هناك في أسحار أهم شيء لا تؤثر على عقلك، على مخك، على تفكيرك، على إرادتك. نعم، عندما تتخلص من هذه الأسحار حتى لو شعرت بتنمل بالأطراف وكذا وكذا، قد يكون السحر نفسه كذيل الأفعى. عندما تقتل الأفعى يبقى السم يعني يحرك، أو تبقى الروح، يعني لا أدري ما يبقى بهذا الجسد تبع الأفعى، يتحرك، أو البريصع فيتحرك، يبقى يتحرك. وأنت هكذا السحر بده خادم سحر. فعندما يعني تداوم على سورة البقرة هذا سيخرج من بطنك ويخرج منك وتخلص منه هذا السحر. نعم. استعنا احنا خادم السحر يخرج، لكن لازم تفهم إذا خرج خادم السحر فهناك مسؤولين عنه بقتلوه، يعني هذول بقتلوا خادم السحر. فهنا انك لازم انت تفهم انك انت في حرب شعواء مع هذول السحرة والشياطين، وقرينك عليك، قرينك عليك مش معك، قرينك عليه، معاهن عليك. فالساحر يعرف كل اخبارك عن طريق قرينك. فهنا انت مجبور انك عندما تشرح في سورة البقرة ستجند الشياطين كل من حولك حتى يمنعوك عن قراءة سورة البقرة. لماذا؟ لانك انت عمال تبطل السحر وتهلكهم وتقتلهم، واتخذتهم عدو وانت المنتصر، لا يريدونك ان تنتصر. فلا تترك سورة البقرة اطلاقا اطلاقا اطلاقا، والا سوف يتسلطوا عليك باقوى مما كانوا كي لا تاخذها مرة اخرى. فعليك انك انت حصن نفسك قبل أن تقرأ سورة البقرة. هذا للمبتدئين، الذين قد يعني خلص صارت وردهم، فلا حاجة لهذا الحصن. ولكنه من أذكار الصباح والمساء أحافظ عليها. أنا أحافظ عليها، يعني أنا قبل أن أنام أنفث بيدي 3 وأقرأ سورة الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أكفل بيدي ثم أمسح جسدي. لا يمكن أن تغمض لي عين إن لم أفعل هذا الشيء. في لك قرين، في شياطين، في أسحار، في يعني يعني أنت بحرب، أنت إنسان بحرب بينك وبين الشياطين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ولا تنسى إنه في عندك جاسوس اسمه قرينك يعمل لصالح الشياطين لا يعمل لصالحك. فهذا الإشي أنت لازم تنتبه لهذا الأمر. حتى لو إنك أبطلت الأسحار التي حولك لا يزال فيك إشي اسمه قرين من الشياطين، وهذا يريد أن يدخلك النار.